عارف ان الفيديو ده متاخر عن ميعاده الطبيعي وكده كده عادي، محدش يعرفني، محدش بيسال، محدش مهتم عادي. ايه ده؟ في 2 بيسالوا. لاني من ساعه ما نزلت الفيديو الاخير وحصل لي تقشف ابن لذينه في الافكار، حصل لي جفاف في الافكار، تصحر في الافكار، وكان اليأس واخدني ان اعمل فيديو عن الناس المحلوبه زي الجيار او مكاوي او بوكس مصر. بس لا، مش الزوز اللي يتزنق الزنقه دي، لانه انا بتصفح مواقع السوشيال ميديا لاحظت كميه عبثيات في الفيس واليوتيوب والانستجرام. لو كل حاجه عبثيه منهم اتعمل عليها فيديو مش هيكمل دقيقه، فليه ما اجمعهمش كلهم واعمل فيديو طويل علشان المحتوى ما يضيعش؟ بس اهم حاجه. وتلاقوني تاني يوم بعمل لكم فيديو رياكت عن محمود الجمل، فلايكك الحلو كده وتعالى تابعنا على الانستجرام، الرابط في الوصف، وبس استمتع. اللي مستغرب منه ان العبث اللي شفته الفتره اللي فاتت كانت من الفيس، اللي هو انا كنت فاكر كله ناس عواجيز ما بين ال 30 ل 50 سنه وعايزين يعيشوا اللي فاضل لهم في سلام، بس تقريبا لما لقوا ان قعدتهم هتمشش من غير انجازات قرروا انهم ينشئوا جروب العواطليه، ولم لي بقى عاطل من السودان على عاطل من السعوديه على عاطل من مصر. هيبقى عواطلي. طبعا انت مشاهد على الله مش ناوي تسالني حاجه، بس عادي يا اسطى، اعمل نفسك سالتني. ايه اكتر حاجه بيكرهوها العواطليه؟ يا ريت يتم طرد الادمن لانه بيقبل بوستات وشايف شغله، وواحد في التعليقات بيقول له وانت بتشغل مخك ليه؟ بنستنتج هنا ان اكتر حاجه بيكرهوها العواطليه هي الشغل، وكلهم بقى بيعلوا على بعض. هتلاقي اللي بقاله 25 سنه عمره ما اشتغل وبيحمد ربنا، وواحد تاني بيعلق عليه اخوكوا لسه مخلص ثالثه ثانوي وبستفسر من اخواتي العواطليه الكبار ايه افضل كليه او معهد اضمن بيهم ان ابقى عاطل بعد التخرج. المشكله ان اللي مشارك البوست ده مجهول، تقريبا ابوه في الجروب، لو شافه هيشوحه. وما شاء الله الحزب ده بيكبر تدريجيا لدرجه ان بدأ يظهر فيه شعراء. بس ثانية واحدة، هو مش الشاعر دي شغلانة؟ وهتلاحظ برضو ان العواجيز بدأ يطلع منهم افيهات مقبولة شوية. وطبعا عشان القصة والحبكة ظهر اعداء الحزب العواطلية زي حزب الشغالين وحزب الشحاتين وبعدها الصحيين وبعدها النايمين. عامة مفيش بوستات في جروب النايمين، بس هتلاقي انهم بدأوا يتوسعوا وفي مشاريع وكلام بتقول ان لسه في حزب قلعين ومتاخدين وجربانين ومركوبين. وطبعا كان نفسي يبقى عندي الشرف ان ابقى في حزب العواطليه، بس طبعا هموت من الجوع. بعيدا بقى عن العواطليه والشغالين، لان الموضوع لما بيطول او بيتكرر بيبضن. تعرف الانستجرام اكيد يعني تعرف، طالما تعرفه يبقى انت عارف الفئات اللي فيه. هتلاقي المتنمرين واللي بيعملوا نفسهم مثقفين واللي باديانين، في بقى فئه تانية خالص او طبقه الكادحه الفقيره اللي افقر مني ومنك. عارف مجنون حارتكم اللي يا دوبك كل اللي حيلته اللي هو لابسه تحت الجلابيه وغالبا هيورثه لابنه، او صاحبك اللي بيشتغل 12 ساعه وبيقبض في الشهر 1200 جنيه، او عم احمد نور الدين. هتلاحظ ان الثلاثه بيتنافسوا في الفقر. مين اقل واحد بيستحمى فيهم؟ مين اقل واحد بيصرف فلوس فيهم؟ مين اكتر واحد فيهم لابس كلوت بايظ ومتقطع لدرجه ان كلها اسبوع يبقى كلوت فتله؟ كل اللي فاتوا دول كوم والشخص ده بقى كوم تاني، غالبا هو افقر واحد فيهم. هتلاقي دي نوعيه الريلز بتاعته ودي نوعيه التعليقات اللي على الريلز بتاعته، وتحسه عايش حياه المغترب اللي كان فاكر انه لو سافر هيطرطر فلوس وراح ما لقاش شغل زيها زي غيرها، وبدا يورينا مدى فقره على الانستجرام وقد ايه هو بقى كحيان. زي الثمانيه اصحابه اللي عزمهم على الغدا برغيف عيش ولانشون وسندوتش التلج اللي بياكله كل يوم على العشاء، والمتابعين بتوعه بيجاروه بطريقه غريبه. كل واحد فيهم عايز يثبت ان هو اعفن من التاني، وافقر واحد فيهم هياخد بلندور وكيس زباله تقريبا. بس للاسف طبعا كل ده هزار، لان مفيش حد افقر مني، ولو في حد افقر مني يجي خلاص اتنمر عليه شويه، ويفضل تكون بنت. بس اكتر حاجه شايفها عبثه بين كل دول هو موضوع ياسمين. ده هو ده؟ ده هو ده. الواد اللي كان عامل حساب على التيك توك باكونت بنت وبجسم بنت، وكل ده عشان خاطر المشاهدات والدعم بتاع اللايفات. انا هضرب 10. بيفكرني بناديه برائع، الدور اللي كان عامله محمد ثروت في فيلم ريستارت. بقينا عبيد الشاشات، بقينا عبيد الشاشات. والله التيك توك كده بقى عامل شبه الشخص البايظ الشمام اللي اهله ما بقوش مستنيين منه حاجه من اول ما ظهر في مصر لحد دلوقتي وما طلعناش منه بخبر عدل. وانا مش عارف احط بلور ولا ما احطش على الجسم ده، ودول جم منين؟ دول جم منين؟ بس الحمد لله ما عداش كتير واتقبض عليه هو كمان، والاكونت بتاعه وبتاعها اتشهر اكتر لما اتقبض عليه. واللي شهروا شويه ناس حيحانه هم نفس الناس اللي شهروا دي. وانا برده مش عارف ده يتحط تحت مسمى فين بوي ولا شاذ ولا. وللاسف فضولي مش هيخليني انام برده غير لما اعرف دول جم ازاي. وبما ان الفيديو ده عن العبث فمفيش اكتر من عبث دفعه 2026 اللي لسه داخلين ثالثه ثانوي جديد. انا بسمع كلام هو نفس الكلام اللي كنت بقوله في اول السنه. وللاسف الخبره اللي بتكتسبها من السنه دي بتجيلك بعد ما السنه تخلص، وانا مش مؤهل ان اديك نصايح بمجموع زاني في المية اللي انا جايبه ده، واللي غالبا هيدخلني معهد لحسب زور المانجا لزياده تقصيبها. وبقيت مصدوم وانا بشوف المدرسين اللي كانوا بيقولوا في اول السنه ان مش مهم انت تجيب طب او هندسه، في اخر السنه كانوا بيرنوا مخصوص على اللي جايبين طب وهندسه على اساس ان هم ذاكروا واجتهدوا وكده، انما احنا اولاد كنا بنمصمص ونلحس طول السنه. فاللي عايز اوصله لك يا اسطى ان انت اختار المدرس بتاعك عشان تفهم منه وتذاكر عشان خاطر نفسك وبس، ما تبقاش محسسني ان انت من اتباعه المخلصين. ولما تلاقي واحد على التيك توك او الانستجرام بيتكلم عليهم ما تقعدش تشتم فيهم، ما تبقاش عامل شبه حنان الدحيحه الحكاكه اللي بتشغل اغنيه شكرا على الكلمه الحلوه في اخر السنه على اساس ان المدرس اللي كان بيديها بتعتبره زي ابوها وكده. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذل. وفي الاخر بتلاقي رقم بيرن عليها يوم النتيجه مكون من 51%، وبتقعد تعيط وتشد في شعرها وفي الاخر تحلو يبقى شكلها عامل ثانوية ايه وبتاع اللي اتدمرنا.
وربنا ينتقم من الغشاشين وبتوع السماعات والموجه اللي سحب مني ورقه الانجليزي. وبعدين هو انت اصلا بتعمل ايه على التيك توك؟ وقبل ما اخش على العبث اللي بعده في كلام عايز اقوله على الشخص ده. بصوا يا جدعان انا كنت طيب، انا هوريكم وش تاني، انا مش هحل حد. ولا اقول لك خلينا في حالنا احسن. انما بقى اكتر حاجه شايفها عبثيه وبضم في نفس الوقت هم بتوع محتوى الاستريم. الفيديو ده لو جاب 150 لايك هعمل فيديو مخصوص عن بتوع الاستريم بس. بقيت ملاحظ منهم تصرفات مكونه من البضان والكرنج، واللي بقى مضايقني ان الناس اللي متابعه الشخص اللي بيستريم ده بياخدوا لقطات من الاستريم اللي هو بيعمله ويبداوا يرشوه على المنصات، فمهما تعمل بلوك لده او لده هتلاقيه في وشك. مثلا ده شخص انا كنت بحترمه عشان بيقدم فيديوهات على التيك توك، في الاول وفي الاخر اسمه محتوى. انما لما ده لذة الاستريم وشويه الشورتات والريلز اللي بيطلعوا من الاستريم ده وقد ايه الموضوع سهل، قاعد على قد الاستريم بس. عارف ان كلامي لحد دلوقتي ملخبط وانا ما وضحتش اسباب، بس هرصصهم لك دلوقتي. تعالى مثلا انا رشحت لك فيديو زي ده وانت اتفرجت عليه وما شاء الله الفيديو حلو وعجب وخلاص، ايه بقى وجه الافاده لما تشوف حاجه بالمنظر ده؟ هات لي القيمه المضافه اللي انت استفدتها غير الكوميديا المصطنعه والافيه اللي بيقعدوا يحضروه ساعتين عشان يقصوه ينزلوه كريلز لوحده، ولو طلعت منهم نكته عفويه كده فبتكون مش بتضحك. ما انت منان. منان ايه؟ انت منان. انا مش منان، انا واقف. ما تزوقش. بس طبعا المينيونز اللي عنده مستحيل يشوفوه بيعمل حاجه زي كده وما يفرقعوش من الضحك، وكل كوم واصطناع الغباء اللي هما بيعملوه كوم تاني على السن انها من ضمن الكوميديا وكده. بنحط مسك وكده، مسك بتعرف المسك؟ مسك. دقيقة اوريهولك ثواني. لا ما توري ايه، استنى هتوريني ايه ده؟ ما تزوقش. موضوع الرياكشنات وحركاته اللي بيعملها طول اللايف ده حاجه غريبه، تحسها هي نفس الرياكشنات اللي بيعملوها بتوع لايفات التيك توك. ففي ناس بقى تفتكر ان مشكلتي مع اوام ومبدون منه، لا يا اسطى انا مبدون منهم كلهم عامه، بس انا لما ما بعرفش اشرح حاجه بضرب مثال على شخص واحد عشان الناس تفهم. كده ده رايي الشخصي وكل واحد بيبقى مقتنع برايه، عشان ما يجيليش واحد ويقعد يغلطني في الكلام. زي ما قلت لك ده رايي الشخصي، ولو عندك راي تاني في النهايه لو لحد هنا الفيديو فانت يا اما فاضي قوي يا اما بتحب تتفرج على البيضان اللي انا بعمله. مفيش نصيحه في الفيديو ده لان كله عبث زي ما انت شايف، ولو انت اتفرجت على الفيديو ده لحد الاخر فده معناه ان انت من عيله الزوز الفشيخ اللي مفيش افشخ منه. تقدر تحط لايك وتشير الفيديو لو تحب، وده الانستجرام بتاعي هتلاقي الرابط في الوصف. وبس كده، سلام.